السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جاية مشوار بعيد طبعا يا جماعة، من الأتوبيس عداني وكان ما كانش فرصة إن أنا أتكلم معاكم في الموضوع اللي أنا عايزة أقوله لكم ده. طبعا من قبل رمضان المفروض، ما كانتش فرصة خالص. قلت أتكلم معاكم يعني بما إنه أنا ماشية. طبعا الجو حلو يعني زي ما انتم شايفين، طبعا الجو مش مس وحلو. طبعا مش هتلاقوا بيوت هنا، هتلاقوا بس برجر كينج أهو. هناك برضو قدام في مطعم، طبعا في ليدل وفي بيوت هناك قدام شويه. طبعا انا ماشيه بقالي فتره كتير، بس بصراحه عشان الجو حلو فقلت مش هستنى اكيد انا يعني، لانه المفروض يعني تقريبا 3 ساعة الا ربع على الاتوبيس. قلت لا، هتمشى المحطه اللي بعديها طبعا واقول لكم بالمره قلت ليه وانا ماشيه كده ليه. اصور لكوش المنظر الجميل واصور لكم خارج باريس، وبالمره اقول لكم كلمتين. اول حاجه يا جماعه، الكلمتين اللي انا عايزه اقولهم لكم المفروض كنت قلت لهم قبل رمضان. ليه؟ المفروض ان اي واحد عنده محتوى قناه لازم يعمل الفيديو ده. هقول لكم ليه. في واحد طلع طبعا شكله كده مريض نفسيا، بيقول لكم بيقول لكم ان رمضان مش كريم ولا حاجه يعني، وانتم بتقرفونا وبتقرفوا نفسكم، بتعذبوا نفسكم بالصيام. تفضلوا تصوموا من اذان الفجر لحد المغرب، اول ما يأذن المغرب تفضلوا تملوا بطونكم وتملوا لحد السحور. طبعا ده واحد من المتنصرين، يعني مش المتنصرين اللي بيشتغل في قناه بتاعت النصارى وبيدعي الناس كده زي ما احنا يعني ربنا يهدي كل المسلمين اجمعين اللهم امين. بيهدي الناس للتنصير وكده يعني، رغم ان اساسا لو سالتيهم لا 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 لا. شوف يا جماعه، شوف حصل لي مع ان عملت GPS قال لك ان الاتوبيس عدى، يعني تقريبا لما بتاخر ما بيكتبش على GPS. بس يلا ما فيش نصيب، كله نصيب. هنتمشى كده ونتكلم معاكم. المهم بيقول لك بتفضلوا تملوا بطونكم. ليه بقى تملوا بطونكم؟ ليه؟ علشان هتشوفوا بقى الفيديوهات اللي بقت مستفزه وماليه طبعا السوشيال ميديا جدا. انا شفت فيديو، انا واحده بحبها بصراحه ومحترمه طبعا وكويس، وبتعمل يعني مرات حاجات كوميديه كده، فيديوهات كده حلوه جدا. فلما بيتكلموا هنشتري حاجات رمضان بتلاقيهم كده بيشتروا بطريقه غريبه جدا. بتقول لك رمضان وهشتري للعيله وكل واحد طبعا هجيب له واحد، يعني حاجه مستفزه يعني. فالفيديوهات اللي زي دي بتخلي الناس تفكر ان احنا رمضان بس بنجيب الاكل. يعني ايه ده انت عندك مجاعه ولا بتقول له رمضان كل سنه وانت طيب. يعني مش فاهمه رمضان كل سنه وانت طيب. رمضان يعني بس اكل. وكمان فيديو تاني كانت عاملاه بتقول لكم يا ربي انا هعمل الاكل والمواعين، وبتعمل طبعا اكل، ورمضان بيحب الاكل، ورمضان المسلسلات، ورمضان مش عارفه هخلص المواعين عشان الحق اتفرج على المسلسل بتاعي. طب يا جماعه انتوا كده مدين صوره سيئه اصلا على رمضان وعلى الاسلام. يعني انا عايزه اعرف علاقه رمضان بالمسلسلات. انا ولله الحمد من وانا في بيت اهلي ما بتفرجش على مسلسلات. معلش لو كان صوتي كده بينهج، لانه طبعا ماشيه عايزه اقول لكم يعني ماشيه مسافه. بصوا انا تعتبر اننا في فين كده، بصوا مش هتلاقوا بيوت خالص. بس انا برضو يعتبر مش ساكنه بعيد، يعني تقريبا 3 محطات بس للاسف. يعني شايفين البيس عداني هناك. المهم كل الفيديوهات يا جماعه بيعملوا كده، كلهم بيعملوا كده يعني. بيعملوا، بتروح تلاقيهم بيشتروا الفجر أذن السحور، وتلاقيهم بيعملوا الفطار أذن، تلاقيهم بياكلوا بطريقة كده يعني استغفر الله العظيم كأنهم عمرهم ما أكلوا. هم طبعا بيعملوا فيديوهات وتلاقي الكومنتات طبعا بتقول لك ضحكتوني، وعارفين انتوا الكلام ده طبعا يعني. بس مش كده يعني اي حد هيشوف الفيديوهات هيقول لك والله رمضان دول بيفضلوا صايمين. ده ولا اللي يقول لك انا هخش انام. يعني انا مش بقول احنا مش بنقول نخش، بس هي اساسا كلمه عربيه. المهم بس احنا بنقول زي بالفيديو يعني انا هدخل انام ومحدش يصحيني الا قبل المغرب. طب يعني طب ما هو كده برضو فكره سيئه برضو، ما تنفعش. واحد والله عايز يجي يقعد هنا كده يقعد كده يجيب سجاده ويقعد بقى يعمل غدوه هنا ان شاء الله في الربيع. احنا دلوقتي في الربيع بس. فبيقول لك صحيني قبل المغرب. طب يا جماعه هو رمضان في جماعه في بصراحه فيديوهات حلوه جدا بتقول لك ان احنا طبعا في رمضان بيجيبوها من السحور. طبعا صليت وهروح نصلي التراويح، طبعا جهزنا الفطار، فطرت وهصلي المغرب. يعني بيدوا فكره ان رمضان فيه صيام وفي تراويح، الحمد لله. يعني الحمد لله ان دول بيدوا الله 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 دعوتكم يا جماعه. فبيدوا فكره انه في رمضان وفي سحور وفي صلاه تراويح. يعني انا تقريبا في ناس كتير ما تعرفش يعني صلاه التراويح في رمضان، يعني من كتر الفيديوهات اللي بقت بتشوفوها يعني بصراحه. التيك توك والحاجات دي، يعني الحاجات السيئة اللي بقت بتنتشر بسرعة بقت حاجة وحشة جدا يعني. بصراحة ربنا يرحمنا برحمته. ده اللي كنت عايزة اقوله لكم. والمسلسلات يا جماعة بنشتكي من الغلا والله العظيم. ما في حل لينا احنا كمصريين بالاخص، لانه طبعا احنا اللي بنعمل مهرجانات وبندعي مهرجانات عالمية ومهرجانات القاهرة السينمائي وما اعرفش وبنجيب شوية. انا عن نفسي بسميهم فيروسات المجتمع.
يعني الفيروسات والبكتيريا بتاعت المجتمع، اللي هم الممثلين. اقل واحد فيهم بياخد له معرفش بال10 وال20 مليون، تخيلوا 10 و20 مليون، وفي الاخر واحنا اللي بنعمل. طب احنا ليه نتفرج؟ ما نقفل التلفزيون في رمضان؟ يعني لازم الخطوه دي كل الناس تاخدها. اصلا مسلسلات في رمضان ما فيش، علشان يلاقوا ان ما فيش اقباليه على المسلسلات ما يعملوش مسلسلات تاني. وفي نفس الوقت فكرت الاتوبيس، وفي نفس الوقت السينما كمان، يعني الشباب كله بيشتكوا يقول لك الغلا. طب ما الغلا، ما انتوا تحس ان خير مصر كله رايح في جهه واحده بس، تحس ان هو في كده يعني زي ايه، حته كده نازله وكل الميه بتجري حواليها. يعني تحس ان خير مصر كله رايح للسينما والتلفزيون. يعني ايه واحد يمثل تفاهات وما في اي هدف، ما في اي حاجه من التمثيل، وفي الاخر ياخد لك 20 و30 مليون. ده ويا ريت حتى بتسمع ان سمع ان في واحد فيهم بنى مسجد ولا بنى مستشفى ولا بنى عماره. تصدق يعني انت لو عملتوا كل واحد عماره، ده انتوا اللي انتوا بتاخدوه يبني 5 مستشفيات. يعملوا يا جماعه. طب حتى يعني يعني عشان الواحد حتى يقول ان انتوا كويسين ويشجعكم، طب اعملوا مثلا في مكان كده يكون ايه، في المحافظات اللي هي بعيد ما فيهاش مستشفيات، الناس بتسافر بعيد. طب ما تعملوا مستشفى، اعملوا مدرسه، اعملوا ان شاء الله حتى وحده صحيه، ان شاء الله حتى عياده تكون ايه كبيره شويه تستوعب الناس تتعالج فيها، وتجيبوا دكاتره وتجيبوا يعني اعملوا اي حاجه، يعني اعملوا جوامع او حاجه تنفعكم. بس لا ما فيش. وللاسف نفسي 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 ينزل فيلم. انا هي مره في حياتي وندمت ندم عمري ان انا دخلت سينما. يعني تخيلوا تكوني رايحه السينما واخده معاكي بقى شيبس واكل ودي ودي ودي، وتلاقي ناس واقفين تقول لك والنبي ما اكلتش بقالي يومين. بالله عليكم اي حد عنده قلب هيحس. انا اقسم بالله حرمت حتى اولادي هنا في هنا برضو هنا بيودوهم سينما في المدرسه طبعا بتاع اطفال، بخليهم يروحوا. قلت لهم ما اسمعش حد يقول لي ماما عايزه اروح سينما. قلت لهم لازم نعلم اولادنا من هم صغيرين. بقول لهم دلوقتي الافضل تاخدوا فلوس تروحوا سينما، فيلم ممكن يتعاد بعد شهر في التلفزيون تشوفوه ببلاش، ولا افضل تدوا حد يكون محتاج وما كانش اكل. فندخل فيهم الموضوع ده، يعني ندخله. ناس كتير بتقول لي ان انت مثلا، ده موضوع تاني طبعا هنتكلم فيه بعدين، ان انا بقالي هنا طبعا كتير وما اتغيرتش. يعني كان بالنسبه للدين لا الحرام ولازم الولاد يصوموا، لازم البنت تلبس الحجاب ودي خلاص انت هنا في فرنسا، انت هنا مش في مصر، انت مش في الصعيد. استغفر الله العظيم. قلت لهم يا جماعه ربي هنا ربي هناك. بس الكلمتين اللي كنت عايزه اقوله لكم، لان اساسا انا مش عارفه شكل المحطه فين، فشكلها بعيد وخايفه الاتوبيس يعديني ومش عارفه الساعه كام. يلا كل سنه وانتم طيبين. يا ريت يا جماعه اي حد عنده محتوى ويشوف المحتويات اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو، الناس اللي بتعمل فيديوهات وبتبين رمضان الاكل والنوم بقى والمسلسلات، يا ريت تعملوا ابلاغات عنهم، عشان مش عايزين المحتويات دي تنتشر، عشان بيأدوا صوره كويسه وحشه جدا عن الاسلام والمسلمين. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.